اوقاتي واوقات الجميع منكم بكل خير. عبد السمر يحييكم من داخل ملعب الكامبنو، حيث ننقل لكم الوصف والتعليق على الهواء مباشرة من داخل وحدة فيديو مسايا المخرج اسامة فضل النهارده، اللي مع حضراتكم اللي عامل النهارده شغل 10 على 10 علشان ننقل لحضراتكم مباراة كرة القدم، المباراة النهائية في هذه الدورة اللي بتجمع بين المنيا عويد وفريق اسماك التوبة. لو انت واقف هنا بقى عندي في المقصورة الرئيسية هتلاقي المنيا عويد على ايدك اليمين وفريق اسماك التوبة على ايدك الشمال. مباراة الكبار، مباراة العمالقة، مباراة النجوم، المباراة النهائية، المباراة النهائية في هذه الدورة الجميلة. والله استمتعنا في هذه الدورة واستمتعنا في احداث اللقاء الاول اللي كان بين الجيل الصاعد وموت مرجع اللي على المركز الثالث والرابع، لكن بنقول الف مبروك لموت مرجع حصولها على المركز الثالث وهارد لك لفريق الجيل الصاعد في مباريات سابقة ان شاء الله. مبدئيا كده عايزين الجماهير تقعد، جماهير المنيا عويد طبعا جايه ومسافره بقالها يومين عشان تحضر هذا اللقاء. عايزين المنيا عويد تقعد في المدرجات وفريق الجيل الصاعد فريق اسماك التوبة عفوا يقعدوا في المدرجات. اقعد يا ابو عيد، اقعد يا علاء، ما احناش عايزين نشوف الا المدير الفني بس، المدير الفني فقط لا غير. قياده تحكيميه في هذا اللقاء للحكم الدولي الكبير الكابتن رؤوف فوده والكابتن احمد الاصيل. هنبدا اللقاء لسه والله فريق المنيا عويد بيتكلموا مع بعض. فريق اسماك التوبة على ايدك الشمال، المنيا عويد على ايدك اليمين. في حراسة المرمى المنيا عويد او اسماك التوبة صاحب الارض والجمهور هشام الشربيني، حماسة قدام اسامة الصادق وطه الحسين واحمد انيس. لسه شاف والله احمد انيس وطه الحسين ما وصلوش، لكن جمال عبد الدايم واحمد ابو ياسين وايضا ابراهيم زكي. المنيا عويد في حراسة المرمى محمد بديع، قدامه الناصر زاهر وحماد حسن ومحمد سمير، عمر اللايح وابراهيم رضا وحماده الجريء. بقول لحضراتكم اخر سلاله الجريء هذا اللاعب حماده الجريء. طبعا الكابتن علي الطويل واقف جنبنا بقى المدير الفني بيقول لي ياما غلبنا فريق المنيا عويد في دورات حاره الصابين، لكن عايزين نستمتع بهذا اللقاء. كره القدم الساحره المستديره معشوقه الجماهير يا هاني اداء، لكن كرة القدم العبارة عن حتة جلدة منفوخة من الهواء، وعلى بركة الله نبدأ حماسة يرجع عند اللاعب ابو ياسين عند جمال عبد الدايم من اليمين للشمال مرة ثانية. ابو ياسين يلعبها عند هشام الشربيني حارس مرمى الجمالية، حارس مرمى كبير. هشام الشربيني عطولية امامية في العمق، لكن والله طولية لكن تطلع خارج الملعب، ضربة مرمى تتلعب على طول عند اللاعب عمر اللايح. عمر عايز يعدي لكن ولا عمل وانتو، لكن حماس ياخدها. حماس الهجمه المرتده الكونتر اتاك لكن مخطوبه. عمر عند الجري التصويب لكن ولا سهله. هشام الشربيني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هشام الشربيني يطير ويخلص الكلام، لكن شايفين اسامه الصادق، اسامه ضغط من اللاعب الناصر زاهر، لكن اسامه الصادق جمال عبد الدايم مره ثانيه بيرجع حكم اللقاء مره ثانيه. شايفين والله نقدم كل ما هو جديد في عالم كرة القدم. مباراة نهائية باثنين حكام الجمالية. محمود حسني طبعا راح اعارة طلع يجيب سنتين وهيرجع لنا مرة ثانية، لكن هنشوف ضرب سنة واحدة. علاء سلم طبعا زعلان، محمود حسني خلاص بيقول سنة واحدة بس يا عبد يا سمرة. ضرب تماسة من ناحية اليمين، حماسة على التنفيذ. حماسة طبعا لسه في مرحلة جس النبض، عايزين نشوف هدف متعة كرة القدم. الاهداف لسه والله ابو ياسين عايز يعدي ويسعى لنفسه، لكن اضطر شوية يعدي السلام تصويب لكن والله تخبط وتطلع خارج الملعب. ضرب التماس، لكن حكم اللقاء بيقول لفريق المنيا عويد. جمال عبد الدايم حماسة ضغط وعركلة كده وضربة حرة في وسط الملعب توصل عند ابو ياسين. ابو ياسين في اليمين فاتح له جمال، لكن فضل يرجع لحارس المرمى هشام الشربيني. مش عارف والله في كلام بين حماسة وحمادة الجريء او حمادة سمير. هشام الشربيني
حارس مرمى الجمالية هشام يلعبها طولية امامية عالية، بقول لحضراتكم 28 سنة هشام الشربيني. محمد بديع يلعبها عند الناصر يلعبها مرة تانية عند حمد سمير هجمة مرتدة 2 على 1. يلا يا راجل عدى عرضية لكن يا هدف اول رائع، هدف اول رائع لفريق المنيا عويد زي ما قال لنا الكابتن احمد الداودي والكابتن منصور راشد. كرة القدم ليس لها كبير، المجهود واللعب داخل الملعب هو اللي بيصنع الفرق. شايفين النهارده الفريق اسماك الطيبة بكل النجوم وبكل الاسماء اللي داخل الفريق، لكن المنيا عويد بيتفوق بهدف. الهدف ده يولع المباراة نار، لكن حماسة يطلع الكرة خارج ارض الملعب. ضربة ركنية، ضربة ركنية، لكن هذا الهدف هيولع المباراة نار نار يا حبيبي نار. واللقاء على صفيح ساخن بين المنيا عويد وفريق اسماك التوبة. واحد المنيا عويد لا شيء، اسماك التوبة في هذا اللقاء في المباراة النهائية في الفاينل. لكن هنشوف المدير الفني للمنيا عويد كابتن علي الطويل، يا ترى محفظتك فيها يا علي يا طويل. الناصر يلعب الضربه الركنيه لعمرة الحمد سمير عايز يعدي التصويب لكن خارج الملعب، عركله كده لكن جنب اللعبه. الحكم اللي كان احمد راسل ضربه مرمى جمال عبد الدايم. جمال اخر واحد في الملعب لكن ضغط في مكان، لكن لمسه يد والله لحقتك لمسه اليد دي يا جمال عبد الدايم. اسامه الصادي يعدي من ناحيه الشمال، يعدي يا سلام مشوار من ناحيه الشمال اسامه، لكن تخبط توصل هجمه المرتده حماس. يلا يا راجل عدي يا راجل، لكن والله لسه مره ثانيه حماسه بيعمل ايه مش عارف انا حماسه بيعمل ايه. توصل عند حماده سمير الهجمه المرتده، لكن اسامه الصادي من قدامه يرجع عند جمال عبد الدايم. اسامه الصادي مره ثانيه. المباراه سريعه جدا جدا جدا. عمر لحوي التصويب، لكن والله التصويبه من عمر اللايح لكن في الشبكه من بره. ضربه مرمى المنيا عويد النهارده. فريق اسماك التوبه مقدمين لقاء ولا اجمل ولا اروع من كده. حماده سمير لكن شاف حكم اللقاء بيقول ضربه تماس ابو ياسين الجماليه. جمال عبد الدايم جماليه. اسامه الصادي ناحيه الشمال عند جمال عبد الدايم مره ثانيه. جمال عند اسامه ناحيه الشمال عايزين يحضروا الهجمه من تحت، لكن هو مره ثانيه حتى حارس المرمى اللي خارج وقايم والله بدور الليبرو ومطلع الكره من امام حماسه من اللاعبين الكبار داخل هذه البلد. عمر اللحوي انفراد تام. يلا يا راجل عمر اللحوي بيلم، لكن جمال عبد الدايم بقول لحضراتكم من افضل اللاعبين داخل فريق الجمال. هذا اللاعب جمال عبد الدايم هشام الشربيني يلعبها عند حماسه. السلام تحت ضغط رايح حماسه عند اسامه الصادي ناحيه الشمال. اسامه عايز يعدي من ناحيه الشمال وشكله عايز يجرب، لكن والله خارج الملعب بعيده تماما عن الثلاث خشبات. يا اسامه يا صادي. حماده حسن وضربه تماس، لكن حكم اللقاء بيشير بهاند بول لكن تخبط وتطلع ضربه تماس مره ثانيه من ناحيه اليمين. حماده حسن يلعبها عند حماده سمير عايز يعدي سمير، لكن والله اتاخر لسه سمير بيعدي كده وتمشي معاه، لكن والله جمال عبد الدايم هو ابو ياسين بيلم كورته يلعبها. حماس عايز يعمل وانت، لكن الناصر زي لكن شاف والله الجماهير هنا. جماهير المنيا عويد بتشجع فريق المنيا على مدار هذا اللقاء، لكن اسامه الصادي يلعبها لكن حماده سمير ياخدها. المنيا عويد انا من رايي كده افضل لحد الان. المنيا عويد طبعا رغم النجوم اللي في فريق اسماك التوبه، لكن المنيا عويد مستحوذ متقدم بهدف. لسه والله نشوف اسماك التوبه. اسامه الصادي عايز يعمل ايه، مستعجلين والله لاعبي اسماك التوبه. حماده ابو ياسين نازل له اسامه، لكن فضل يلعبها عند جمال عبد الدايم. اسامه الصادي الضغط يولد اخطاء يا اسامه يا صادي. ضربه تماس من ناحيه الشمال لفريق اسماك التوبه اللي بيبحث عن هدف التعادل. حكم اللقاء بيرجعها من مكانها مره ثانيه. الحكم اللقاء احمد الاصيل. طبعا معانا 2 حكام، احمد الاصيل ورؤوف فودة، لكن رؤوف فودة يا سلام طبعا الحاجات دي عدت على رؤوف فودة كتير، كان لاعب كرة قدم. لكن ابو ياسين هيلعب الضربة الحرة، يا ترى هتتلعب من مرة واحدة في المرمى يا ابو ياسين ولا هيكون شايف هشام الشربيني اللي طالع يلعبها هشام
عرض تصويبه، لكن والله ما ملتش في وش رجله هشام الشربيني. محمد بديع وعركله كده يقع والله محمد بديع، لكن حكم اللقاء بيقول له محمد يا بديع. بقول لحضراتكم كان لاعب كرة قدم رؤوف فودة، لكن كان ايه؟ كان لاعب ولا اجمل ولا اروع. لسه وصل المره الثانيه عمر اللايح عند حماده السمير، والتصويبه يا راجل، لكن صد احلى هشام الشربيني. بقول لحضراتكم حارس مرمى كبير 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 يا هشام الشربيني، صد والله تصويبه صاروخيه ارضيه من اللاعب حماده السمير. ابو ياسين يلعبها، اسامه الصادي استلم تحت ضغط، تخلص يا اسامه. حماده السمير يلعبها عند حماسه وجمال عبد الدايم. جمال يرجع عند ابو ياسين مره ثانيه، طوليه عمليه في اتجاه حماسه، لكن هو مره ثانيه لسه اسامه، لكن ياخدها حماده حسن، لكن دنجرس بلاي. لعبه خطر، قرار صحيح من حكم اللقاء يا اسامه يا صادي. حماده يلعبها كده اي حاجه خارج الملعب، متقدم فريق المنيا يعود بهدف مقابل لا شيء. لكن والله فريق اسماك التوبه بيبحث، لكن شايف دفعه كده من عمر اللايح، شد وجذب كده ودفع في اللقاء. بقول لحضراتكم لقاء على صفيح ساخن. كرة القدم معشوقة الجماهير، كرة القدم العبارة عن حتة جلدة منفوخة من الهواء. طبعا شايفين 10 لاعبين داخل الملعب والجماهير والعرضية حتى راجل، لكن والله بتعمل ايه عمر اللايح والله في كرة عرضية، لكن يلعبها تطلع خارج الملعب، ضرب تماس. جمال عبد الدايم، جمال يلعبها عند اسامه الصادي، تاكلينج كده من اسامه يجيب كرة السلام، نال والله اعجاب بالجماهير، لكن والله حماسه، لكن من قدامه الناصر زاهر يطلع خارج الملعب. تماس اسامه الصادي على التنفيذ. اسامه بقول لحضراتكم المنيا عويد متقدم بهدف، لكن فريق اسماك التوبه مش ساكت. غايب النهارده احمد انيس لاعب شربين عن فريق اسماك التوبه، غايب محمود يوسف، غايب ابراهيم زكي، لسه اسامه لكن شايف كده حكم اللقاء بيقول دنجرس بلاي، قرار صحيح. لعب خطر على عمر اللايح. واللقاء 10/10، اداء متعه في كرة القدم. فريق اسماك التوبه بيطلع هشام الشربيني يكمل مع فرقته، يعمل زياده عدديه مع فرقته. جمال عبد الدايم، جمال يلعبها عند هشام وتصويب، لكن ولا تخبط في الناظر وتطلع خارج الملعب، ضربة تماس من ناحية الشمال. حماسة يلعبها، لكن ابو ياسين يرجع عند هشام الشربيني. هشام بقول لحضراتكم المباراة النهائية وكرة القدم. جمال عبد الدايم واثق من نفسه، عارف هو بيعمل ايه في هذا المكان يا جماعة. توصل مرة ثانية ابو ياسين، العرضية لكن والله يا راجل عرضية، لكن فضل يصوب ابو ياسين وتطلع خارج الملعب، ضربة مرمى. حماده حسن يلعبها، لكن دفعة كده وحكم اللقاء بيقول ضربة حرة من ناحية اليمين. لو سمح الجماهير ترجع ورا شوية. جماهير اسماك التوبة شاف علي الطويل بيفكر في اللقاء، لكن والله لسه مرة تانية حماده سمير. والله فريق المنيا عود النهارده اما بيلعبوا بجزم ولا بيلعبوا 10/10. اسامه عايز يعدي السلام، ولا بيلعب يلا راجل. اسامه يحطها عند حماسه مستعجل يا حماسه، لكن حطها والله جميله بجوار القائم اليمين بسنتيمترات لحارس المرمى. جمال لكن تعدي من تحت رجله وتطلع ضربه مرمى. هشام الشربيني عند ابو ياسين، لسه هشام الشربيني بيفكر. جمال عبد الدايم يلعبها عند احمد ياسين، لكن تكتل دفاعي عامله فريق المنيا عويد، لكن اللي هيفك التكتل الدفاعي ده كابتن احمد يا داوودي والكابتن منصور راشد في الاستوديو التحليلي. هو المهاره الفرديه كابتن احمد يا داوودي. هنشوف بعد الشوطين في الاستوديو التحليلي الكابتن احمد الداوودي ومنصور راشد قال لنا التكتل الدفاعي اللي عامله فريق المنيا عويد النهارده، متقدم بهدف وعايز يحافظ على هدف وبيلعب على الهجمه المرتده. فريق المنيا عويد بيلعب على الهجمه المرتده يعني اداء، لكن مره ثانيه اسامه الصادي يلا راجل اسامه الصادي، لكن دربكه كده شد وجذب وضربه حره في مكان جميل لفريق اسماك التوبه. ابو ياسين وهشام الشربيني. يا ترى يا هشام خروجك من مرماك هيكون
شايف كل في بقية الفريق وصل كريم يوسف واحمد انيس. بقول لحضرتك تصويبه لكن تعلى والله. يا ترى يا هشام يا شربيني خروجك من مرماك هتقدر تعمل الزياده العدديه ولصالح فرقتك ولا هيكون هتكلف فرقتك هدف؟ لكن هنشوف، ده اللي هنشوفه في احداث اللقاء. شايف كريم يوسف جاي لابس واحمد انيس وطال حسين كلهم جاي لابسين يا جماعه. طبعا لسه الطياره جايباهم دلوقتي من البصرات، احمد انيس وطال حسين واللاعب كريم يوسف. جمال عبد الدايم عند ابو ياسين، ضربه حره كده ودفعه الناصر زاهر. ابو ياسين طبعا الجماهير هنا جنبي مركزه قوي. شايف المهدي بيشاهد اللي كان من المدرجات، لاعب عزبة عبده، لاعب الجماليه. بقول لحضراتكم لاعب الجماليه كل لاعبي اسماك التوبه اللي داخل الملعب بيلعبوا في الجماليه باستثناء والله احمد انيس خارج الملعب بيلعب في شربين، طال حسين بيلعب مطريه. لمسه يد على حارس المرمى. لو سمح الجماهير ترجع ورا، ده بدات ادخل جوه الملعب يا علاء. هشام الشربيني طبعا احمد انيس بيقول لك ارجع يا هشام الشربيني. احمد ابو ياسين هيلعب الضربه الحره. يا ترى يا ابو ياسين هيكون هدف التعادل والله، هدف التعادل لفريق اسماك التوبه. جايبينه والله لسه حائط بشري من 3 لاعبين من فريق المنيا عويد. الضربه الحره واحمد ابو ياسين هيلعب والتصويب كتير والله بجوار القائم من جمال عبد الدايم ولا لعبها بوش القدم الخارجي. حكم اللقاء بيتكلم مع الناصر زاهر بيقول له ايه ده شويه يا ناصر. محمد بديع طوليه اماميه في اتجاه اللائح لكن خارج الملعب. يا ريت يا جماعه الجماهير تقعد في المدرجات يا جماعه، الجماهير لو سمحت تطلع خارج الملعب. شايفين والله الجماهير من حلاوه اللقاء، من حلاوه اللقاء يا رؤوف يا فوضى. الجماهير داخل ارض الملعب عايزه تنزل تلعب مع الفرقتين اسماك التوبه والفريق المنيا عويد. تقدم المنيا عويد بهدف مقابل لا شيء لحد الان، لكن اسماك التوبه والله مش ساكت بيبحث عن هدف التعادل. هي والله هنا هينزل كل اوراقه على الطويل. بقول لحضراتكم النهارده جايب عامل فريق والله مجموعه لاعبين. يا سلام يا علي يا طويل. حماده حسن يلعبها عند حماده السمير عايز يعدي لكن جمال عبد الدايم يلعبها عند طال حسين المطريه درجه ثانيه لكن حماده السمير يطلع ضربه تماس من ناحيه الشمال تتلعب طول عند طه. يا ترى طال حسيني وكريم يوسف هيقدروا يصنعوا الفارق مع فريق اسماك التوبه. طال حسيني كرة القدم الخماسية، اللي ما لعبش كرة قدم خماسية ما لعبش كرة قدم يا شاوي. كريم يلعبها عند حماسة مستعجل شوية. حماسة مستعجل شوية يا جماعة، يهدى شوية حماسة. طولية امامية جمال عبد الدايم خارج الملعب هيلحق ما يلحقش كريم لكن حكم اللقاء بيقول لحق. توصل مرتدة كريم يلا يا راجل. الهجمة المرتدة توصل عند اللاعب طه الحسيني. طه عند كريم يوسف شكيك اللاعب السيد يوسف النجم الكبير. حماسة يلعبها عند كريم. يا كريم كاد ان يفعلها والورقه الرابحه. طبعا الورقه الرابحه او التغيير اللي بيبقى منزله المدير الفني بيبقى مبسوط لما يصنع الفارق مع الفريق علشان المدير الفني بيراهن على التغيير اللي عامله. لكن هنتكلم مع هذا اللقاء لكن لما جميله كده لما حماده السمير لكن طه الحسيني بيرد عليا وشد وجذب وحماسه. وشايفين الفريقين داخل ارض الملعب. مباراه جميله، مباراه كبيره، مباراه ممتعه، قمه المتعه والاثاره. لكن الناصر زاهر عامل تاجلينج توصل عند حماده السمير التصويب لكن تخبط الزاهر مره ثانيه. الناصر التصويب لكن العارضة بتنضم لحزب المعارضة وتنقذ هدف اكيد من التصويبة الصاروخية اللي عملها الناصر بالقدم اليسرى من ناحية الشمال لكن تروح على شمال هشام الشربيني وتيجي في القدم لاحمد انيس. للتصويبة
تصويبه يا احمد يا انيس. بقول لكم رجلاه مرزبه، احمد انيس رجلاه مرزبه. لاعب شربين، لاعب في ناشئين الزمالك، ولاعب في المقاولين، ولاعب في اسوان، ولاعب في الاولمبي. لف والله احمد انيس. استقر شربين. احمد انيس بيلم بيعدي جسمه والله مهاجم 10/10. طه حسين مدافع 10/10. جمال عبد الدايم عند احمد انيس. ضغط من اللاعب حماده سمير او حماده حسن اللي عامل لقاء 10/10. الزاهر الناصر زاهر عامل لقاء 10/10. يا ريت الجماهير اللي قاعده جنب هنا 10/10 ترجع ورا شويه. محمد يا اسامه مره ثانيه. الحسين عايز يعدي لكن دفعه كده شد. شايفين دخلوا في بعض، دخلوا في بعض لكن وقع حماده حسن او حماده سمير داخل الملعب. شايفين عمر اللايح النهارده مش في حالته. عمر اللايح زي ما قلت لحضراتكم لاعب كبير، لكن النهارده لسه ما شفناش حاجه من عمر اللايح. وتقدم المنيا بهدف لسه الحسيني يلعبها عند جمال عبد الدايم. جمال يلعبها ناحيه الشمال عند احمد انيس اللي نازل يستلم ويعدي ويلعبها، لكن شد وجزم كده ودفعه من احمد انيس. طبعا والده كان لاعب كبير في الترسانه. احمد انيس لاعب دوري ممتاز والده يا جماعه. انيس مرسال والتصويب يا سلام، عايز يحطها بليسنج كده كريم يوسف، لكن يمسكها حارس المرمى محمد بديع. طوليه اماميه حماده السمير يعمل عرضيه لكن سهله في يد حارس المرمى هشام الشربيني. احمد انيس عايز يعدي لكن والله من قدامه الناصر زاهر وعرقله كده، لكن شايف حكم الكابول دينجرس بلاي. لعبه خطر على طه الحسيني. يا سلام يا رؤوف يا فوده. عرضيه يا والله كاد ان يفعلها حماده سمير ويحرم الهدف الثاني ويعزز الهدف الاول، لكن تعدي بجوار القائم اليمين كريم يوسف يطلع. توصل عند جمال عبد الدايم بيلم كورته جمال لاخر واحد في الملعب ويعدي. بقول لحضراتكم فاهم بيعمل ايه يا جماعه في هذا المكان. احمد انيس حماده سمير بيقول له اوقفك ازاي يا راجل، اوقفك ازاي، مش عارف اوقفك يا احمد يا انيس. احمد انيس يلعبها عند جمال عبد الدايم. طه الحسيني ناحيه الشمال وتحضير من الخلف لفريق اسماك التوبه، فريق المنيا عواد. بقول لحضراتكم مباراة كبيرة يا جماعة، لكن شايفين اللقاء المنيا عواد متقدم بهدف بيصمت على هدف. والله فريق المنيا وفريق اسماك التوبة بيبحث عن هدف التقدم. احمد انيس واقف على كورة تلعبها عند كريم والهدف، لكن لا 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 بره هدف كاد ان يفعله كريم يوسف ويحرز، لكن محمد بديع بحته ذكاء كده. محمد بديع شايف اسماك التوبه بقى اكتر من 10 دقايق مهاجم، قال لك انام اضيع لي دقيقتين ولا حاجه. طبعا حارس المرمى هو اللاعب الوحيد اللي له الحق يتعالج داخل الملعب. كريم يوسف شكله كده بيهز على رجله كده. بقول لحضراتكم أسامة فودة مخرج اللقاء النهارده عامل لقاء ولا 10/10. أسامة فودة مخرج اللقاء، ومن وراء الكاميرات محمد سعدة وسامبو ورشاد وتامر رضا ومحمد ناجي. بقول لحضراتكم مخرج اللقاء أسامة فودة. النهارده المباراة مذاعة على قناة وحدة فيديو مسايا. مخرج أسامة فودة. شايفين والله جايب لنا كل حاجة. الانذار حماده سمير ظهر على الشاشة شايفين، لكن الجماهير يا ريت ترجع ورا شوية. تصويت لكن تعلى يا كريم يا يوسف. شايفين والله الجماهير النهارده طبعا سمع الجماهير بتشيد والله باللقاء الجميل اللي عامله النهارده أسامة فودة مخرج اللقاء.
الملعب يا جماعه يخلي اللي ما لعبش كره قدم يلعب داخل هذا الملعب. رؤوف فوده طبعا بيقول كانت فين هذه الملاعب ايامنا يا عبد يا سمره. ضرب تماس وطارق الديب وعادل منسي وكابتن رفيق بكر. لكن شايف بقول لحضراتكم كابتن رفيق احرز هدف في عصام الحضري. تصويب لكن خارج الملعب 1-0 المنيا عويد. لا شيء فريق اسماك التوبه لسه لحد الان في هذا اللقاء. كريم يوسف عايز يعدي يعمل وانتو لكن احمد انيس يلعبها والعرضه. لكن محمد بدأ عمل مباراه النهارده كبيره والله حارس المرمى محمد بدأ. حماده حسن يلعبها سمير عمر الله على راجل عمر الله يا عمر الله عايز يحطها لب من فوق حارس المرمى. لكن حكم اللقاء عايز يشد بشعره من جماهير المنيا عويد. جماهير المنيا عويد كل ما لاعب يضيع هدف الجماهير تنزل الملعب. حاجه غريبه. امال احنا عاملين المدرجات دي ليه؟ حماده عطاء الحسيني واقف على كورته. احمد عيسى عايز يلعب عند كريم يوسف. كريم لكن لعبها خارج الملعب وضرب تماس. حماده حسن يلعبها لكن خارج الملعب. تماس المره دي لفريق اسماك التوبه. كريم يلعبها لكن مخطوفه بيرجعها حكم اللقاء مره ثانيه من مكانها. كريم يوسف يلعبها عند جمال عبد الدايم. جمال عند احمد انيس. احمد بيلم كده ويسعى على وسط التصويب لكن تخبط وتطلع ضربه ركنيه. ضربه ركنيه طال حسين والكريم والتصويب لكن تخبط وترجع ركنيه مره ثانيه من ناحيه الشمال. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال لفريق اسماك التوبه. لو سمح يا جماعه الجماهير ترجع ورا شويه يا جماعه. الجماهير ترجع ورا شويه. طبعا ما تضيعوش اللي احنا عملناه والله النهارده من اول النهار واحنا بنشتغل في اللي انتم شايفينه ده. يعني مش عايزين نضيع اللي احنا عملناه والشكل الجميل والمنظر الجميل داخل ملعب الكامبينو. احمد انيس حكم اللقاء لسه بيتكلم مع الجماهير. ضربه ركنيه واحمد انيس يلعبها لكن مخطوف. ياخدها كريم يوسف. احمد انيس على راجل اعمل عرضيه. الجون فاضي يا راجل. الجون فاضي يا طه حسيني. الجون فاضي يا طه حسيني. لكن ولا طه حسيني يلعبها 4 دقايق وقت بدل ضايع بيحتسبهم الحكم الدولي احمد الاصيل ويقفها. طه حسيني بيلم كورته طه يلعبها عند كريم عند طه يلعبها مره ثانيه. كريم يوسف لكن لسه في الملعب. حكم اللقاء ولا لا؟ احمد انيس لسه والله. ايوه يا عماد الصوت ملك كده يا عماد. ظبط يا عم. جمال عبد الدايم يلعبها عند احمد انيس عايز يعدي لكن يقع كده وعركله وضربه حره. احمد انيس لاعب نادي شربين. جمال عبد الدايم عند احمد انيس لكن خارج الملعب ضرب تماس. لكن المنيا بيحافظ على الهدف اللي احرزه في اول احداث هذا الشوط. حماده حسن او حماده سمير عند اللايح. عمر اللايح يلعبها. حماده السمير ناحيه الشمال لكن والله لسه معاه جمال عبد الدايم. وحماده السمير عايز يلف كده لكن استحواذ تصويبه لكن سلفت حارس المرمى. هشام توصل عند احمد انيس. احمد انيس كاد ان يفعلها ويحرز هدف التعادل. لكن كان معاه كريم يوسف فاضي تماما. شايف علي الطويل هنا على نار حامية. علي الطويل طبعا فرقته متأخرة بهدف لسه والله اسماك التوبة. كريم يوسف لكن توصل عند هشام. عايزين نشوف واحدة كده من بتوع الماتش اللي فات يا هشام الشربيني. هشام الشربيني في المباراة اللي فاتت قبل النهائي دخل عامل كورتين صنع هجمتين بهدفين. كريم يوسف واقف على كورته يلعبها عند جمال عبد الدايم. جمال عند طه الحسيني. طه عايز يصوب رجليه تقيله لكن تخبط وتطلع خارج الملعب. تماس مرة تانية بيرجع حكم اللقاء من مكانها. المنيا عويد بجمهور العريق اللي جايب
الطريق عشان يجي يحضر هذا اللقاء. تصويبه لكن هو تعلى وتطلع فوق القائم. ضربة مرمى الباز او الناظر، عفوا الناظر زاهر. طولية امامية بتاع الحسيني يلعبها عند كريم يوسف، عايز يعمل وان تو لكن احمد انيس ولسه راجل. يلا راجل لكن يلا محمد بديع اللي عامل لقاء 10/10. محمد بديع النهارده ممكن يكون حاطط حاجه على خط المرمى زي مباراه الاهلي اللي شفناها، لكن يلا محمد بديع توصل مره ثانيه. ضربة حرة وقرار صحيح، لكن كريم يوسف كريم تص. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله حطها حته كده سن الجزمه كده كريم يوسف في المقص الشمال. لسه بنقول محمد بديع محسن المرمى ولا ايه، لكن كريم يوسف يحرز هدف التعادل، وهذا الهدف هيرجع اسماك الطوبه للقاء مره ثانيه. هيلعبوا مستريحين داخل الملعب، لكن شايف تشجيع من جماهير اسماك الطوبه. ضربة مرمى هشام الشربيني، بقول لحضراتكم دخل في اللقاء اللي فات في كورتين، عمل هجمتين صنع هدفين. هشام الشربيني شايف الجماهير. طبعا الجماهير عايزين مذيع على مزاجهم، عايزين حكم على مزاجهم. كل واحد من الجمهور عايز حكم وكل واحد عايز مذيع، لكن شايفين احمد انيس طبعا من جماهير الفرقتين، ما بنتكلمش على فرقه واحده، لكن يعلي حماده السمير عند احمد انيس عند طه الحسيني. يعدي كريم الهجمه المرتده، عايز يعدي والعرضيه تصويب، لكن تعلى وتطلع فوق القائم. ضربه مرمى ويصفر الحكم الدولي. دايما مباراه صعبه، والناس كلها كانت مفكره ان فريق اسماك التوبه هيلعب وان سايد جيم وهياخد المباراه سهله، لكن فاجئوا فريق طبعا بهدف مباغت. طبعا صعب في البدايه، صعب عليهم المسؤوليه، خلوهم يرجعوا للمباراه ويجروا ورا هدف التعادل في الاول، صعب عليهم الجيم. لكن شفنا الشوط الاول ممتع ممتع ممتع. كان نجم الشوط الاول حارس مرمى فريق المني عويد، حارس مرمى محترم، لكن الهدف طبعا هدف صعب جدا من لاعب كريم، حطه في سقف الشبكه. طبعا هدف ما يقدرش يعملها اي حاجه، لكن المجمل التوتال لازم نقول ان فريق المني عويد ادى شوط اول محترم، وده خير مثال. ان احنا قلنا قبل المباراه ان المباراه النهائيه ملهاش كبير، المجهود والعرق، وهم اجتهدوا وعرقوا في الملعب في الشوط الاول. لسه الشوط الثاني هنشوف فريق طبعا اسماك التوبه بيلعب بالاسم بالاسماء، لكن طبعا الخماسي او الكره عامه ما فيش فيها اسماء، لازم تجتهد وتعرق. بتتكلم النهارده عن لعيبه في انديه كبيره جدا، وانديه عندها خبرات، ولاعيبه عندها قدرات فنيه عاليه، لكن الخماسي مش كده. الخماسي لعبه ولمسه وان تاتش، والراجل طبعا ما صدق له، اتاحت له فرصه واحده بس على المرمى، شاطها سجل هدف التعادل. وشكرا. طبعا بنشكر الكابتن احمد الداودي، طبعا رد متميز جدا على السؤال بتاعي. واقول لكابتن منصور راشد ايه رايك يعني في التغييرات اللي الكابتن علي الطويل اجراها في احداث الشوط الاول؟ هل عملت الفارق ولا فريق المني عويد هو اللي مستواه تراجع؟ طبعا بحب اقول الشوط الاول كان شوط متميز جدا من فرقتين، من فرقه المني عويد وفرقه اسماك التوبه. التعادل اللي جابه 1-1 في لقاء اول او في شوط اول اكثر من رائع من الفرقتين، ولكن فريق المني عويد بيلعب دفاع منطقه، بيلعب ديفنس متاخر، بيلعب بطريقه افضل وسيله للهجوم هي الدفاع، حاطط 2 ورا و2 في نص الملعب، وبيلعب بدون سترايكر صريح. انما فريق اسماك التوبه بيلعب احمد انيس سترايكر صريح. الشوط الاول لو جينا نقول البوزيشن هنقول الاستحواذ لفريق فريق الاسماك التوبه 60% 40%. المني عويد شفنا 6 تسديدات من فريق اسماك التوبه، منهم 2 اللاعب طه الحسيني والمرمى كان فاضي، واحده طلعها على المدافع فريق المني عويد، والثانيه خارج ال3 خشبات، و2 للاعب كريم يوسف، واحده بوش القدم تألق فيها حارس المرمى ونجم الشوط الاول محمد وديع، والشوط الثاني حطها بسن القدم يا ولد اللاعب كريم يوسف، حطها بسن القدم على طريقه رونالدو البرازيلي وليس رونالدو البرتغالي. لو تفتكروا
في مرمى المانيا في نهائي كاس العالم، حطها بسن القدم على يسار حارس المرمى اوليفر كان، وكسب وفاز يومها البرازيل على المانيا بهدفين لا شيء. اللي هنرجع للقاء مره ثانيه، لازم ولابد من وجود لاعب خماسي في فريق اسماك التوبه، وهو اللاعب ابراهيم زكي. ابراهيم زكي لازم يكون موجود، ولازم اما واحد يطلع اللاعب طارق حسيني او اللاعب جمال عبد الدايم، واحد كده لازم نلعب بواحد بس ورا، اما طارق حسين واما جمال عبد الدايم، ولازم ابراهيم زكي يلعب في نص الملعب هو اللاعب كريم يوسف، واللاعب احمد انيس ياخد المنطقه الهجوميه، ياخد الاتاك في ديفنس فريق المنيا عويد. انا شايف حاجه غريبه جدا لفريق المنيا عويد، اللاعب حماده حسن اخد الجنب اليمين زياده عن اللزوم. الملاعب الخماسيه حماده ما فيش فيها باك رايت وما فيش فيها باك ليفت، هو التوتال فيها او الاجمالي فيها بيكون واحد بس في الديفنس واثنين في نص الملعب وواحد مهاجم، او اثنين في الديفنس وواحد في النص وواحد مهاجم، او اثنين في الديفنس واثنين في النص. ده اجمالي اللقاء. وطبعا نتمنى الشوط الثاني يكون افضل من الشوط الاول، وشوفنا ايضا اللاعب حماصه شاط تصويبه قويه، واللاعب اسامه الصادق شاط تصويبه اكثر من رائعه. اهو لسه بقول لحضراتكم نزل ابراهيم زكي وطلع اللاعب جمال عبد الدايم، ونترك الميكروفون للمعاق الرياضي المتميز عبده صبري. طبعا بنشكر الكابتن منصور راشد والكابتن احمد الداودي في الاستوديو التحليلي. طبعا وقبل اللقاء ما يبدا بننوه على الدوره الصيفيه الجايه، الدورة الصيفية القادمة. الافتتاح هيبقى الجمعة القادمة ان شاء الله. المباراة او من سيرغب في تسجيل اسم فرقته طبعا خلاص بقى عبده شايفين. والله نرجع مرة تانية للقاء واحداث الشوط الثاني والتعادل اللي جابه 1-1. طبعا احنا هنا محايدين، طبعا الكلام ده لجماهير فريق المنيا عويد. طبعا جماهير المنيا عويد مفكرين ان احنا منحازين لفريق اسماك التوبه، ما احناش والله منحازين لحد، لكن هي اللقاء او هو اللقاء هو اللي بيشدنا لكده. فريق المنيا عويد طبعا احرز الهدف وخلاص، مفيش بقى كرة قدم، بدأ يدافع، مفيش هجوم، مفيش متعة، مفيش استحواذ. الاستحواذ لفريق الاسماك التوبة اللي استحوذ واحرز هدف التعادل. وهنبدأ اللقاء مرة تانية والتصويبة، لكن والله مرة تانية كريم يوسف تطلع خارج الملعب. حمادة السمير عند اللايح، لكن دفع كده من طه الحسيني في ظهر عمر اللايح، ضربة حرة والتعادل اللي جابه 1-1. لكن الناظر السلام يعداه ولا من خرم ابره، الناظر يعداه كده. طبعا احنا هنا ممكن نسميها كوبري، ممكن نسميها خرم، في البصرات بيسموها جنش طبعا. لكن هنقول شايفين فريق المنيا عويد طبعا بنقول هيبقى فينا اختبارات لوادي دجله ان شاء الله، اختبارات لنادي وادي دجله بالتنسيق مع اكاديميه العالمي لاكتشاف النجوم والمواهب. احمد انيس والتصويب، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. احمد انيس كان هيخلص الكلام، لكن محمد بديع احسن لاعب فريق المنيا عويد لحد الان هو حارس المرمى محمد بديع. التصويبه والهدف هدف ابراهيم زكي زي ما قالوا لنا والله في الاستوديو التحليلي، وزي ما توقعنا، زي ما منصور راشد قال واحمد الداودي قال ان ما ينفعش طه الحسيني وجمال عبد الدايم اتنين في الملعب. ما ينفعش طه الحسيني لاعب مدافع وجمال عبد الدايم لاعب مدافع، يعني المفروض ينزل لاعب وسط ملعب علشان يشغل. كارت احمر لمحمد بديع. بدأنا كده والله، محمد بديع هيقعد دقيقتين وينزل، لكن بدون داعي محمد بديع اللي لسه بنقول افضل لاعب في فريق المنيا عويد. لكن الجماهير ترجع ورا. هو محمد بديع كان افضل لاعب، لكن كلف فرقته، هيكلف فرقته كتير. حصل على بطاقة حمراء. عموما هو دقيقتين
مش عارف شتم حكم اللقاء ولا شد مع حكم اللقاء، مش عارفين. ممكن يكون طلع لفظ كده ولا كده، حكم اللقاء اللي يعرف، احنا مش عارفين. لكن احنا هنا لازم نكون محايدين، مش متحازين لاي حد داخل الملعب. ما احناش منحازين لاي حد داخل الملعب. اللي هيدي هنا هنقول لعب، واللي ما لعبش هنقول ما لعبش. احنا ما بنجاملش حد. كرة القدم والساحرة المستديرة، 2 اسماك التوبة. حمادة السميري يعدي، لكن من قدامه طه الحسيني ياخدها كده، لكن ضربة تماس طه الحسيني. ابراهيم زكي يلعبها عند احمد انيس. احمد عند ابراهيم زكي مرة تانية. طه الحسيني كده ممكن ابراهيم احرز الهدف الثاني، عايز يعدل كده، لكن احمد انيس ضغط من عمر اللايح، والضغط يولد اخطاء. احمد انيس والتصويبه. احمد انيس فريق المنيا عويد بيفتح السكه، بيقول له شوط يا راجل. فريق المنيا عويد بيقول لاحمد انيس شوط يا راجل. رجله تقيله، رجله مرزبه، لكن والله لو ظبطت معاه واحده هتجيبها من الشبكه. احمد انيس يلعبها عند طه الحسيني. ابراهيم عايز يلمه يعدي، لكن ضغط يا راجل. عمر لاح، لكن هشام الشربيني والله طبعا يحرس كورته وياخد ضربه تماس. وتشجيع الجماهير لحارس المرمى هشام الشربيني، والله يوم 10/10. تصويبه صاروخيه، ونزل محمد بديع، لكن تعلى وتطلع فوق القائم. شايفين والله في شاشات العرض الملعب شكله جميل والله. شاشات النهارده والمخرج اسامه فوده، ومن وراء الكاميرات كل من له طبعا، وكل من ساهم في هذا العمل، وطلعوا لنا والله شكل جميل في هذا الملعب. حماده حسن عايز يعدي، قال لنا والله الكابتن منصور راشد حماده حسن واخد الجنب اليمين. تحرر حماده حسن من الجنب اليمين يا منصور يا راشد، ولعب واتحرك داخل الملعب. حماده حسن يلعبها، لكن هشام الشربيني يطلع. يا ريت الجماهير ترجع ورا شويه. الجماهير يا كابتن علي يا طويل، ارجع يا احمد يا ابو عيد. طلع كريم يوسف ونزل حماسه كان مستعجل في الشوط الاول، لكن الوقت الكابتن علي الطويل اداله والله كلمتين في العضله. احمد انيس عايز يعدي، يعمل عرضيه والهدف. هدف. لسه بقول لحضراتكم الدباح حماسه، الجزار حماسه نزل. بقول لحضراتكم كان مستعجل في الشوط الاول، لكن علي الطويل قال له بين الشوطين اهدى يا حماسه، والعب براحتك يا حماسه، وركز يا حماسه. نزل حماسه احرز الهدف الثالث. 3 اسماك التوبه 1 المنيا عويد. الكفه راحه كده ناحيه المنيا عويد، لكن حكم اللقاء ابو الهدف. هدف. حكم اللقاء طبعا كان ضربه حره لفريق المنيا عويد، لكن حكم اللقاء عطى الادفانتج. مفيش داعي يا اسامه يا صادي، مفيش داعي يا علي يا طويل. طبعا شايف الجماهير والله اعصاب مشدوده، والجماهير لكن 3 المنيا عويد. 3 اسماك التوبه 2 المنيا عويد في مباراه، ولا اجمل ولا اروع من كده. محمد بديع يطلع خارج الملعب. والله الجماهير يا ريت ترجع ورا شويه يا جماعه الجماهير. لكن شايفين والله عامل لنا النهارده اسامه فوده وحده فيديو مسايا. بقول لحضراتكم اللقاء على الهواء مباشره على وحده فيديو مسايا، مخرج اسامه فوده. حماسه عايز يعدي ويعملها كده، لكن فين يا حماسه؟ تعلى والله. شايف الجماهير بتشجع هنا جنبي، ارجع ورا شويه عليها. لكن ضربه مرمى والكره خارج الملعب، لكن ملعب الكامب. بنشكر القائمين على هذا الملعب، بنشكر إدارة هذا الملعب. النتيجة هو تقدم أسماك التوبة ب3 أهداف مقابل هدفين على فريق المنيا عويد.
بعد ما كان متقدم المنيا عويد بهدف في احداث الشوط الاول، تعادل فريق اسماك التوبه بهدف في قبل انتهاء الشوط الاول. لكن عمر لا هنشوف الهجمه والتصويب، لكن والله مره ثانيه ابراهيم زكي يطلع، ابراهيم يخبطها توصل عند طاو، ضربوا الاخمه والهدف الثالث ضربوا الاخمه طه الحسيني وهشام شايف الجماهير شكلها كده خلاص. المنيا عويد المباراة بتاعته في الدورة جات بقى من غير جمهور، لكن شايف الاتحاد المصري لكرة القدم هيطلع قرار في الدورة الجاية. رؤوف يا فوده، المنيا عويد تلعب مبارياتها من غير جمهور. شايفين ابراهيم زكي ناحيه اليمين عايز يعدي، بقول له الهدف الثالث طه الحسيني وهشام الشربيني ضربوا الاخمه مع بعض، لكن احمد انيس 3-3. المباراه راحه من فريق المنيا وجايه الفريق اسماك التوبه. لكن الجماهير طبعا سامعين اصوات الجماهير. عمر لا هيعدي يلعبها، لكن هشام الشربيني الجماهير اللي عامله شغل مش سامعين والله يا حاج. احمد انيس ولا راجل عايز يعدي، لكن دفعه كده وضربه حره من ناحيه الشمال. احمد انيس من غير جمهور. كارت احمر لمين يا كابتن احمد يا اصيل؟ حماده سمير عنده انذارين، كارت احمر عنده انذار وخد انذار تاني، مش عارف والله كل لاعب. الجماهير نازله تعترض. جماهير المنيا عويد شكلها كده هتضيع اللقاء على فرقتها. جماهير المنيا عويد شكلها كده هتضيع اللقاء. طبعا اللقاء ماشي تحكيميا، 2 حكام داخل ارض الملعب، مش عارفين هنعمل ايه بقى المره الجايه. هنجيب لكل لاعب حكم ولا ايه؟ مش عارفين. ضربه حره احمد انيس وفريق المنيا عويد هيلعب ناقص لاعب، لكن شايف تشجيع من الجماهير. احمد انيس والتصويب، لكن ولا تيجي في العرض. هشام الشربيني مره ثانيه، هشام يلعبها عند طه الحسيني عند احمد انيس. ضغط جماهيري كبير على الفريقين. شايفين والله بقول لحضراتكم حوالي 150,000 في المدرجات. يا والله يخرب عليك يا راجل. طه الحسيني وهشام الشربيني مباراة جانبية بالجماهير وهشام الشربيني. والله ما عدنا عارفين نذيع اي حاجة، مش عارفين والله عدنا نذيع ولا نعلم. كارت اصفر لحماسة، اما بقتش وعن الجماهير علشان اقدر اركز في اللقاء. انزل هشام الشربيني وانزال لحماسة، لكن اللقاء 10-10. الجماهير تقدم اسماك التوبة ب4 اهداف مقابل 3 على فريق المنيا عويد الناصر. يلعبها عمر الله عايز يعدي السلام يا ولد العيب، والله عايز يعدي من ناحيه اليمين والتصويب، لكن والله تعدي وتفوت وتروح خارج الملعب. ضربه مرمى لاسماك التوبه. حكم اللقاء بيقول ضربه مرمى لاسماك التوبه. هشام الشربيني، طه الحسيني، احمد انيس عايز يعدي في نص الملعب، دخل لجوه كده. احمد انيس مستني المسانده، يلعبها عند حماسه لكن مخطوف. حماد حسن 3-2-1. عمر لا على راجل الصويبه، لكن بتعمل ايه يا راجل؟ بتعمل ايه يا عمر يا لايه؟ خارج الملعب ضربه مرمى. شايفين والله مباراه جميله بين الفريقين. حماسه يعلي عند ابراهيم زكي عند احمد انيس، عايز يعدي من ناحيه الشمال، يعدي يا سلام يا ولد العيب، يحطها لك مصد احلى من محمد بديع حارس مرمى فريق المنيا عويد، لكن شد وجذب وضربه حره من ناحيه الشمال. احمد انيس لاعب شربين، بقول لحضرتك ابوه كان لاعب ده في الدوري الممتاز. الكابتن انيس مرسال والتصويب، ولكن ولا تطلع خارج الملعب.
احمد انيس مرسال نجل الكابتن انيس مرسال لاعب الترسانة سابقا. حماسة يلعبها احمد انيس، شد وجذب كده ودفع من احمد انيس. حكم اللقاء رؤوف ده اللي داير اللقاء 10/10. طبعا هنا بقى الكابتن محمد بهجت المدير الفني لفريق الاولاد بيقول مقدمين كاس جايزه للاعب الكفافي محمود الكفافي. طبعا هو بيجر رجله علشان ياخده يلعب في فريق الاولاد، لكن على مين يا كابتن محمد يا باجت؟ التصويب لا 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 لا, لا. كاد ان يفعلها حماده السمير، لكن هشام الشربيني واقف صح تماما. بقول لحضراتكم الكابتن محمد باجت بيجر رجل اللاعب، لكن احنا ما بنفرطش في اللاعب بسهوله يا كابتن محمد. التفاوض هيبقى مع الكابتن احمد الداودي محلب. احمد انيس استلام تحت ضغط. بقول لحضراتكم بيلعب مباراة قوية. هذا اللاعب بيلعب دوري ممتاز به، ممكن هذا اللاعب تشوفوه السنة الجاية دوري ممتاز مع فريق شربين لو صعد فريق شربين. كريم يلا راجل، حط يا راجل وعركلة عركلة 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 عركلة، لكن رؤوف ده عطى ضربة حرة، ضربة حرة يا حدود منطقة الجزاء. شايفين والله الجماهير، جماهير اسماك التوبة حوالي 100,000 متفرج، وفريق المنيا عويد حوالي 75,000، وخارج الاستاد يجي 200,000 ومش عارفين يدخلوا. لكن هنشوف ابراهيم، لكن عرضية ضربة ركنية من ناحية اليمين، ضربة ركنية ابراهيم يلعبها، لكن اللايح يلا راجل الناظر الهجمة المرتدة 3-1 3-1 يلعبها حماده السمير، لكن بره 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 خارج الملعب. ضربة مرمى وهشام الشربيني، ويا حارس المرمى هشام الشربيني، لكن قام سليم الحمد لله. ضربة مرمى 4 اسماك التوبة 3 المنيا عويد. احمد انيس عايز يعدي، لكن في لمسة يد على الناصر. طاي يلعبها، لكن لسه ولا معطاه بيلمه بيعدي يلعبها عند احمد انيس، لكن خارج الملعب. ضربة تماس. الناصر يلعبها عند حماده حسن، حماده في اليمين عند حماده السمير يعمل عرضيه طوليه كده، لكن خارج الملعب. ضربة تماس. ابو ياسين اللي نزل، ابو ياسين يلعبها عند طه الحسين على الصدر عند جمال عند كريم يوسف. طه لكن تطول منه ياخدها عمر اللايح، لكن مره ثانيه احمد انيس. بقول لحضراتكم ممكن تشوفوه في الموسم الجاي احمد انيس يعدي ويحط يا راجل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هدف ولا اجمل، هدف ولا اروع. والله ارجع تاني عند الجماهير، لازم ارجع تاني عند الجماهير. الجماهير والله متعه كره القدم. طبعا الجماهير في الدوري الممتاز لسه والله عمر اللي هيساعده ولف يحط يا راجل، صعب يا راجل، لكن والله دفعه كده دفعه في ظهر اللاعب عمر اللايح. بقول لحضراتكم الجماهير في الدوري الممتاز هي اللي عملتها في نفسها. كرة القدم بدون جماهير ما هياش كرة القدم. لكن هنشوف الجماهير هنا، مش عايزين نشوف اي شماريخ يا جماعه. اي شمروخ هيطلع من المدرجات طبعا هينزل عقوبه على الفرقه. لكن هنشوف هشام الشربيني خمسة اسماك التوبة 3 المنيا عويد. لكن مباراة جميلة، مباراة حماسية كبيرة، ولسه لسه 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 لسه. لكن حكم اللقاء بيقول هدف احمد الاصيل اللي فريق المنيا عويد بيقول طبعا جاي علينا. لكن 5-4 5 اسماك التوبة 4 المنيا. شايفين ايه بقى جماهير المنيا عويد؟ بقول لحضراتكم كل واحد من الجمهور عايز حكم على مزاجه. الجماهير كانت بتقول احمد الاصيل جاي علينا، لكن هو اللي حسب لهم الهدف. انا شايفها في العارضه، لكن احمد الاصيل شايفها هدف. طه الحسيني يلعبها عند كريم يوسف، كريم يلعبها عند احمد انيس. لكن يا راجل يا راجل يا راجل، ده الناظر معلقه خالص، معلقه خالص الناظر. ضربه حره، لكن السلام وكارت اصفر للناظر.
احمد انيس 5، اسماك التوبة 4. المنيا عويد المباراة راحة جاية، المباراة راحة جاية بين الفرقتين. احمد انيس والضربة الحرة. احمد انيس يلعبها عند طه حسين والتصويب، ولكن هدف 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 هدف. 6-5، 11 هدف في هذا اللقاء، والاهداف متعة اللقاء، الاهداف متعة كرة القدم. 6 اسماك التوبة، 5 المنيا عويد. 6-4، 6 اسماك التوبة، 4 المنيا عويد. عرضية توصل عند ابو ياسين، ابو ياسين لكن بيصفر حكم اللقاء باحتساب ضربة حرة. عمر اللايح، اللايح عايز يعدي، بقول لحضراتكم النهارده مش في مستوى عمر اللايح، لكن يعدي حماده حسن. يلا يا راجل، حماده سمير عند اللايح، لكن طه الحسيني، طه الحسيني لكن لسه والله بيعافر كده طه الحسيني، لكن تطول منه وتطلع خارج الملعب. ضربة تماس، اي حاجة تطلع خارج الملعب. ضربة مرمى حارس المرمى محمد بديع، يلعبها عند اللاعب الناصر زاهر. الناصر اي حاجة، لكن احمد انيس. يلا راجل، احمد انيس ناحية اليمين، احمد انيس لكن والله عركلة كده من حارس المرمى محمد بديع، وبيقول له مفيش حاجة. محمد بديع بيتكلم مع احمد انيس، بقول لحضراتكم لاعب شربين هتشوفوه السنة الجاية دوري ممتاز. لو صعد شربين هو الاقرب للصعود، زي ما قال لنا الكابتن منصور راشد. وفريق المنصورة خلاص فقدنا الامل في فريق المنصورة، كان من افضل اندية مصر في انشاء اللاعبين، كان بيصدر لاعبين اهلي وزمالك على مر السنوات. المنصورة كان هو افضل لاعب بيطلع ناشئين. ابو ياسين يلعبها عند كريم، الهجمه المرتده الكونتر اتاك، كريم يلعبها، لكن يا سلام يا سلام يا ناصر، والله نرفع لك القبعه يا ابني في هذه الكره. يرفعها يعملها عرضيه، لكن وحشه 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 والله. الكره كانت هتيجي في الكاميرا، خلي بالك يا اسامه يا فوده. كريم يوسف يلعبها عند احمد انيس. احمد بيلم كرة، احمد لسه واقف على كرته، وضغط من 2 لاعبين على احمد انيس، لسه والله استحواذ، لكن يعدي السلام بمهارة عالية، يعدي ويفكر يصاب، لسه والله واقف على كرته. يلا يا راجل يحطها، لكن الجماهير نازله الملعب. اطلع بره عليا يا سالم، اطلع بره عليا يا سالم، لكن شايف الناصر. عمر الله والتصويب، ولكن والله يا سلام يا سلام. هشام الشربيني، هشام الشربيني والله صد احلى، يطلع الكرة خارج الملعب. ضربة ركنية ويقع كده، والله شكله خد خبطة في وشه كده. هشام شكله خبط في العارضة ولا مش عارفين. هشام الشربيني ولا بيضيع وقت مش عارفين، والله هنشوفها. هشام الشربيني، لكن فريق المنيا عويد قدم لقاء النهارده 10/10 من احسن اللقاءات. شوية مية، مفيش شوية مية هنا ولا يا اسلام يا شاهد؟ طبعا يا اسلام شاهد كان بيعمل لنا عصير فريش، لكن النهارده مطنشنا، مش عارف مطنش ليه النهارده يا اسلام. 6 اسماك التوبة، 4 المنيا عويد، لكن والله لقاء 10/10، لقاء من اجمل النهائيات اللي اتلعبت والله في داخل مدينة الجمالية. بقول لكم حضراتكم مدينة الجمالية كانت من احسن الفرق، طبعا كانت بتلعب منصورة محلة المصري، كانت بتتفوق على هذه الفرق، لكن الامكانيات وزي ما قالوا لنا في الاستوديو التحليلي. لكن احمد انيس بقول لحضراتكم والده لاعب دوري ممتاز، كابتن انيس مرسال ترسانة. كريم يوسف، شايفين الجماهير بتشجع، لكن والله الناصر توصل عند حماد حسن، عند عمر اللايح. يلا يا راجل، عمر اللايح الهجمه المرتده 3/2، لكن والله يا سلام تصويبه جميله، تصويبه جميله من عمر اللايح، لكن صد احلى من هشام الشربيني. ضربه تماس من ناحيه اليمين، حماده حسن، طه
الحسيني عند ابو ياسين، هيطلع ابو ياسين وينزل جمال عبد الدايم. لسه والله شايفين الجماهير تشجيع مثالي من الجماهير في المدرجات، لكن انا شفته سمر تاني الاجمل مرتده والتصويبه لكن والله هشام الشربيني والله مباراه جميله، مباراه كبيره. الناصر تصويبه لكن تطلع خارج ارض الملعب، لكن والله حركه استعراضيه كده من هشام الشربيني، حركه استعراضيه من افضل الحراس والله. هذا الحارس كنت اتمنى نشوفه في احسن انديه مصر والله. هشام الشربيني كريم يوسف يلعبها، لكن الضغط والكترة تغلب المهارة يا كريم يوسف. ضربة تماس لفريق اسماك التوبة من ناحية الشمال. 4 دقايق. احمد الاصيل حكم اللقاء بيشير باحتساب 4 دقايق. ده كريم يوسف يلعبها عند احمد انيس عايز يعدي ويظبط. احمد يعدي ويعدي معاه والله. كريم عند احمد انيس لكن طالع بديع. نزل حماده الجريء لكن والله يلعبها عند حماده سمير لسه والله بيدور لحد يلعب له. لعبها عند الناصر ناحيه الشمال. حماده السمير نقلتين 3 الناصر والتصويبه، لكن هشام الشربيني عامل مباراه، عامل شوط تاني ولا اجمل من كده. احمد انيس عايز يعدي ويلم كورته، يعدي من ناحيه اليمين يلعبها عند كريم يوسف. لكن والله لسه كده حماده السمير. حماده يعدي بمهاره عاليه السلام يا ولد يلعب يلعبها، لكن احمد انيس والتصويبه ارضي صاروخ ارضي جو من احمد انيس، لكن يصدها محمد بديع. طه الحسيني جمال عبد الدايم يلعبها. كريم يوسف عايز ياخدها لنفسه لكن توصل عند حماده الجريء. جمال عبد الدايم هجمه المرتده جمال، لكن فضل يروح لوحده ويصاب. السلام يا سلام والله لعيبه جميله والله، لكن بسنتيمترات بجوار القائم اليمين لحارس المرمى محمد بديع. الناظر اي حاجة تطلع خارج الملعب. ضربة تماس من ناحية اليمين في اللقاء الجميل والله، لقاء جماهيري من الطراز الاول. طه الحسيني شايفين الجماهير بتشجع والله لاخر لحظة من اللقاء. احمد انيس والتصويبة لكن في الشبكة من بره. احمد انيس شايفين والله كاس البطولة نزل ارض الملعب. محلاش عايزين نشوف اي حد من الجمهور داخل الملعب. شايفين كاس البطولة يا ترى اللي هياخده اسماك التوبة اللي هيحصل على هذا الكاس ولا المنيا عويد؟ الهدف بيجي في ثانية تطبيبة، لكن والله متقدم اسماك التوبة ب6 اهداف مقابل 4 اهداف على فريق المنيا عويد، لكن ممكن يحرز المنيا عويد هدف 5 و6 ويتعادل، لكن جمال عبد الدايم ياخدها والله من تحت لفوق وتطلع خارج الملعب ضربة مرمى. شايفين الجماهير لاخر لحظة في اللقاء بتشجع، لكن جماهير المنيا عويد بدأت تهدى شوية، خلاص حست ان اللقاء راح منهم، لكن احب اطمنهم واقول لهم ان الهدف بيجي في ثانية زي ما قال المعلق الرياضي الكبير كابتننا الكابتن لطيف ان الهدف بيجي في ثانية. شايف عادل السرتة ماسك كاس البطولة. كريم يوسف يلعبها عند احمد انيس لكن طويلة. الجريء او محمد بديع يلعبها عند الناصر. حماده الجريء يلعبها عند عمر اللاحي، يلعبها بكعبه كده عند عمر لكن المره الثانيه العرضيه، لكن هشام الشربيني يطلع خارج الملعب. ضربه تماس
ضربة تماس لكن شايف عمر اللايح عايز يعدي لكن عطوله الادفانتج ولا حكم اللقاء ونزل اسامه الصادي تصويبه لكن هشام الشربيني لكن مره ثانيه طه الحسيني عامل مباراه كبيره هشام او عامل شوط ثاني رائع طبعا محمد بديع حارس المرمى ويصفر الحكم الدولي احمد الاصيل بانتهاء الشوط الثاني واللقاء بتقدم اسماك التوبه بهدفين مقابل 4 اهداف على فريق المنيا عويد. كان معكم من داخل